هذا فيديو تعليمي حول النظافة. في عالم مليء بالألوان والحماس، يعيش أطفال مغامرين يحبون التعلم واللعب. كان هناك الطفل كريم الذي دائما ما يسأل عن أهمية النظافة. يوما ما، قرر كريم أن يبحث بنفسه ليكتشف سر النظافة. بدأت مغامرة كريمة عندما قام بتشغيل آلة الزمن السحرية التي تحركها بأفكاره. أول مكان زاره كان منزل الأخت نظيفة، التي كانت تعرف بضبطها التام وترتيبها الدائم. قالت له الأخت نظيفة: النظافة ليست مجرد أمر يجب علينا القيام به، بل هي جزء من الحياة الصحية. استمر كريم في رحلته، ووصل إلى حديقة العم طاهر، الذي بين له كيف تساهم النظافة في الحفاظ على البيئة. شرح له العم طاهر: الأشجار والنباتات تحتاج إلى بيئة نظيفة لتكبر وتنمو بشكل صحيح. ثم انتقل كريم إلى المدينة الرياضية حيث التقى بالمدرب سامي. أخبره المدرب: حتى الأداء الرياضي المتميز يعتمد على النظافة، فالجسم النظيف والأدوات النظيفة تؤمن صحة وقوة أكبر. وفي نهاية رحلته، التقى كريم بصديقته الحكيمة سرة في مكتبتها الملونة. قالت سرة: نظافة العقل أيضا مهمة جدا. يجب علينا قراءة الكتب المفيدة لتنمية أفكارنا. عاد كريم إلى منزله وهو يحمل الكثير من المعلومات والقصص، وعرف أن النظافة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية ومفتاح لصحة الجسد والعقل والبيئة. وقرر أن يكون سفيرا للنظافة بين أصدقائه. رغم المغامرة التي خاضها كريم ولقاءاته الممتعة، أوضح لنفسه وللآخرين أن النظافة تبدأ بخطوات بسيطة ولكن فوائدها كبيرة، وأن كل طفل يستطيع أن يصبح بطل النظافة في مجتمعه.